مساء الفل يا جماعة، عاملين ايه؟ مش هطول عليكم كتير. بس انا جاي اتكلم النهارده على موضوع امام، وان النهارده الصبح كان المفروض بعثة النادي الاهلي هتطلع على تنزانيا عشان نلعب ماتش مع يانج افريكانز في تنزانيا اللي هيكون يوم السبت ان شاء الله. والمفروض اللعيبه كلها اتجمعت ما عدا اتنين لعيبه، وهم حسين الشحات وكمان امام عاشور. حسين الشحات تواصلوا معاه وكلموه، وحسين الشحات قال لهم ان انا جاي بس عشان الطريق، ووصل قبل ميعاد الطياره فعلا اللي هي كانت المفروض ميعادها الساعه 10. كلموا امام عاشور مره واثنين وثلاثه، ده حسب روايات، ده مش كلام انا ولا مصادر، لان انا مش بتاع الكلام ده كله. وامام ما بيردش، يرنوا مره واثنين. تواصلوا مع قرايبه ومع الناس اللي حواليه الدايره بتاعته، اللي هو اهله، الناس دي محدش رد. فضلنا مستنيين عشان مستنيين الاهلي يعلن هل امام مصاب، هل امام في مشكله. طب هو لو مصاب فكنا عرفنا ده في اخر 48 ساعه، وعرفنا في اخر يومين ثلاثه من بعد ماتش وادي دجله، لان هو اتغير في الدقيقه 60. واظن ده عادي وده بيحصل، ان اللعيب يتغير في الدقيقه 60. ده اكيد وجهه نظر فنيه، هو بيريح، هو ريح لعيبه كتير جدا لحد الماتش ده. فلقينا بقى بوستات كتير على السوشيال ميديا، طب امام هرب، امام مش عايز يلعب تاني مع الاهلي عشان المشاكل بتاعه التجديد، وفكره ان هو جاي له عروض من بره تقريبا والاهلي لسه بيدرسها. في مشكله كمان بتاعه ادم وطني اللي هو اصلا الوكيل بتاعه، في مشاكل كبيره بينه وما بين النادي الاهلي. فشفنا بوستات كتير وتحفيل، وهو اللعيب اللي بيقدر يلوي دراع النادي الاهلي وهكذا. بعدين ظهرت حاجات تانية، ده امام جاله المتحور الجديد بتاع كورونا. طب ما دي تبقى مشكله اصلا، اللعيبه اللي كان بيلعب معاهم دي يعني ده كده في مصيبه. اللعيبه كلها ال 11 اللي كانوا في الملعب، ولا خمسه سته منهم على الاقل هيجي لهم متحور جديد، وتبقى مشكله كبيره لان السكواد بتاعك كله هيبقى فيه مشكله، وهيبقى كل السكواد ده مريض او نقل له المرض. فدي انا ما كنتش مصدقها خالص. واحده واحده الناس بدات تعرف ان امام رد. امام، طب فين امام، طب مش عارف ايه. طبعا طياره الاهلي طلعت ومشيت، ولسه واصله من شويه لتنزانيا. وبعدها شفنا البيان اللي طلع من صفحه النادي الاهلي واللي كله كان مستنيه، وهو ان امام عاشور اتغرم مليون ونص، وكمان اتوقف اسبوعين. هيتمرن منفرد وهيتوقف اسبوعين، وكمان مليون ونص غرامه. وده اللي صفحه الاهلي نزلته، وهسيب لكم البيان قدامكم. طبعا انا كنت عايز اتكلم بسرعه، انا مش بحب ارغي كتير، انا مش بحب ارغي كتير. انت لعيب مفيش زيك، لعيب كواليتي عالي جدا، لعيب المفروض ان انت بتشتغل على نفسك وان انت كويس. مره تيجي لك تعب، يعني طبعا المرض ده بتاع ربنا مش بتاع حد، بس مره يجي لك تعب عشان سندوتش كبده. سندوتش كبده كان هيقفل النادي الاهلي يا جماعه، يعني سندوتش كبده تمام اللي احنا بناكله ده كل يوم كان هيقفل النادي الاهلي كله بسبب لعيب اتصاب. ومره تانية اهو، يعني انت دلوقتي جايب مستواك والحمد لله رجعت لمستواك تاني بعد الاصابه اللي كانت ممكن تبطلك كوره اساسا، وبتتعالى على النادي ومش عايز تلعب ومش عايز تسافر مع الفرقه عشان حوار التجديد وعشان حوار العروض اللي جايه لك بره. طب ما تستنى يا معلم. يعني هو الحاجات دي هتطير؟ الحاجات دي هتيجي مره واحده في العمر؟ انا مش فاهم الصراحه. مش فاهم ازاي لعيب عنده تقريبا حوالي 28 سنه دلوقتي بيفكر بالعقليه الصغيره قوي دي. لعيب ممتاز، لعيب حريف، لعيب كويس قوي، لعيب ما فيش زيه. ويمكن ده اللي السوشيال ميديا عملته، ان هم بينفخوا اللعيبه عماله على الفاضي. انا لو لعبت كره بكعب رجلي كده اهو، عملت كده خلاص انا افشخ حد في الدنيا. فمش فاهم ليه لعيب زي ده يعمل حاجه بالطريقه دي. فين الناس اللي حواليه؟ فين الناس اللي المفروض تتكلم معاه؟ لان ده شغلك واكل عيشك. فاهو الاهلي غرمه مليون ونص. ودي اظن مش عارف ومش متاكد من المعلومه اللي انا هقولها دي، اكبر عقوبه على لاعب في تاريخ النادي الاهلي كمبلغ مالي. مليون ونص جنيه ده مبلغ كبير جدا. وكمان ان هو هيتوقف اسبوعين، مش هيشارك في التدريبات بتاعه الفرقه، هيتمرن لوحده ولا يشارك في اي ماتش. طبعا الموضوع مقرف، والموضوع يخلي الواحد يتضايق كده، اللي هو انت لعيب المفروض، يعني لعيب عالي قوي 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 يعني، والمفروض تلعب بره. انا ما عنديش مشكله ان امام يحترف على فكره، انا ما عنديش مشكله ان الاهلي اصلا يعرض امام للبيع ويعني يمشيه من النادي، انا ما عنديش مشكله مع الكلام ده كله. بس آه، فين الناس اللي حواليك اللي بتتكلم معاك؟ وان ده ماتش، على فكره ده ماتش مهم جدا. الاهلي لو كسب باذن الله بنسبه كبيره قوي هيفنش اول مجموعه في دوري الابطال. وان انت يعني تخذل زمايلك، وان انت تخذل الاداره، وان انت تخذل الناس كلها اللي بتتفرج عليك وما يعتبرك لعيب كويس وبيحبوا يتفرجوا عليك من اسبوع للتاني ولا من الماتش للتاني، كانت سببه بنسبه كبيره قوي النفخه الكدابه اللي عملتها السوشيال ميديا. طبعا يعني اصلا امام جاي الاهلي بفكره، يعني فكره ان هو زمالك، يعني لعيب جاي من الزمالك بعد ما شتم الاهلي وشتم صالح سليم وعيلة صالح والكلام ده كله احنا عارفينه. لما امام لعب كويس، ولما امام ادى في الملعب، ولما امام لعب بروحه وقدم لنا نسخه استثنائيه من امام عاشور، واستثنائيه من اي لعيب مصري شفناه بقالنا كتير قوي، الجمهور بدا يهدى شويه والجمهور بدا يرضى شويه. بس في ناس
لسه برضه هي مش متقبلاه انت بتلعب معانا ليه؟ يعني انت بعد اللي انت عملته ده انت بتلعب معانا ليه؟ وبعد اللي بيحصل ده دلوقتي انا مش شايف ان حاجه زي كده المفروض تعدي بالساهل. قرار سريع جدا من وليد صلاح الدين مدير الكوره في الاهلي، ان هو ياخد قرار زي ده، ان هو ياخد قرار بتغريمه، ما يستناش لحد ما يرجع، ما يستناش الناس تتكلم في الاعلام، لا هو بالظبط اول ما الفرقه وصلت، تعرفش بقى اتكلم مع تروب ولا عمل ايه، نزل البيان، نزلت على الصفحه ان امام عاشور اتغرم 1.5 مليون وكمان وقف عن التدريبات اسبوعين. انا مبسوط جدا من بيان زي ده، لان مفيش لعيب في النادي الاهلي فوق النادي الاهلي، مفيش لعيب ينفع يلوي دراع النادي الاهلي، ولا ينفع لعيب يتعالى على جمهور النادي الاهلي وعلى اداره النادي الاهلي. فانا مبسوط جدا من ردود الفعل اللي شفتها في الكومنتات بتاعه البيان، ان ده شمل يا فنان واديله وكسر واحنا نجبس، النوعيه دي اللي انا قصدي عليها، اللي هو ان كل الجمهور واقف في ظهر الاداره. ده الصح، وده اللي المفروض يحصل، وده اللي المفروض اي لعيب في النادي الاهلي يفكر ان هو يرفع بس مناخيره شويه. لازم النادي الاهلي زي ما اتعودنا وزي ما شفنا، ولما عبد الله السعيد قبل كده مضى للزمالك وخد 40 مليون، الاهلي راح مضاه وجدده على العقد، وكمان عرضه للبيع مع الخبر بتاع تجديد عبد الله السعيد، وعرضه للبيع على طول. فانا عايز اشوف حاجه زي كده. يعني انا زعلان قوي، زعلان جدا ان لعيب زي امام عاشور ده، دي عقليته قد كده، ان دي عقليته. حرام، حرام انت لعيب بموهبتك وفي سنك ومفروض في البيك بتاعك تعمل يعني موقف زي ده، وتخذل زمايلك وتخذل المدير الفني اللي ممكن اصلا بعد كده حتى لو رجع، وحتى لو وادى، او حتى مثلا رجع التدريبات وخلاص واتغرم والدنيا تمام، ممكن ما يلعبوش اصلا. انا مش هثق فيك تاني، انا باني خطتي عليك، انا لا انت دلوقتي اهم لعيب عندي في الفرقه وخذلتني، ما مش هروح العب بيك هناك، وماتش صعب جدا على فكره مع الفرقه دي. انا مش لاقيك معايا، انا كنت باني عليك خطه كامله، انا كنت باني عليك اسلوب لعب كامل، انت ما بقتش موجود، فخلاص انا هتعود ان انت بعد كده ما تبقاش موجود اصلا. آه قرار سليم من النادي الاهلي، انا ادعم القرار ده، واي حد شايف انه عكس وانه مع اللعيب والكلام ده، معلش روح اتفرج بقى على سله، وروح اتفرج على يد، ولا روح اتفرج على طايره، يعني ما تقرفوناش. واظن ان ده لو كان حصل في نادي الزمالك اصلا بقى ما كانش حد هيكلمه، ولا كان حد هيفتح بقه، لان هم اصلا بيتعاملوا مع فكره ان انت اللعيب فوق النادي، فوق اي حاجه. زيزو ده ما فيش منه، لا النادي يدفع له والنادي يعمل له. امام مش عارف ايه، لا امام يكمل، وامام يعمل كذا ويعمل كذا. فتوح ضرب واحد بالعربيه مش عارف ايه، لا فتوح جميل، وفتوح لازم يرجع ولازم يكمل، والناس كلها واقفه في ظهره. يا جماعه لازم نفكر ان اللعيبه دي، معلش انت بتلعب في الدوري المصري، انت بتلعب سواء بتلعب في اهلي او في زمالك، انت لو عملت ده بره في اي فرقه في اسبانيا، ولا في انجلترا، ولا في ايا كان، في تركيا، في ايا كان اي خرا، محدش هيسكت لك، محدش هيسكت لك. ودي شفنا مثلا، يعني اقرب مثال كان ميدو مثلا، لما بيعمل مشكله قد كده خلاص انت بره، حتى لو انت لعيب كويس. صلاح لما طلع اتكلم عن ارني سلوت واتكلم عن اداره، يعني غرموه وبستبعدوه ماتش والتاني. قرار مهم يرسخ مبادئ النادي اكتر، ويخلي اي لعيب تاني يفكر يعمل كده وهو عارف ان ده اللي هيحصل معاه. انت هتتغرم، ممكن ما تلعبش، وكمان هعرضك للبيع باي ثمن بقى، باي حاجه، المهم ان انت مش هتكمل في النادي ده. فانا شايف ما بعد الكلام ده ان لازم حد يتكلم مع امام عاشور، ان لازم حد يوصل لامام عاشور ان محدش هيقف في ظهرك تاني. انت لو اشتريت النادي واشتريت جمهور النادي، تشتري محبه يعني الناس وتشتري محبه النادي الاهلي هيعمل منك مش نجم، هيعمل منك اسطوره، هيعمل منك آه، ايقونه. فمش عايز ده كله، خلاص يا معلم اتفضل امشي غور في داهيه، او يعني عشان ما حدش يزعل مني، يعني امشي بره النادي خلاص، ما حدش عايزك. لكن ده اللي لازم يحصل، ان لازم الاداره تتكلم مع امام وتجتمع بيه، ولازم كمان حد من المقربين منه يقعدوا معاه، و... إن انا متاكد مليون في الميه، وده اللي هيظهر الفتره الجايه، ان ادم وطني الوكيل بتاعه هو اللي قال له يعمل كده عشان يضغط على النادي ويضغط على الاداره، والتجديد وملف التجديد، واصل جاي لي الميلان، واصل حبايبي في ليفربول مكلميني عنك، الشغله دي كلها. ف انا مش هطول عليكم كتير، ده كان حته صغيره كده بس عايز اطلعها. مفيش حد
فوق النادي الاهلي، مفيش حد فوق جمهور النادي الاهلي. انا مش مع الاداره دايما، ومش مع يعني مش انا ما بحبش ان انا اتكلم واقول الاداره صح اوقات، والاوقات الاداره بتعمل حاجات غلط كتير وبتتاخر في صفقات و انما لما يطلعوا بقرار زي ده فانا مع الاداره ومع النادي الاهلي في اي حاجه هيتخذها في ملف امام عاشور، سواء ان هو يكمل بطريقه معينه، سواء ان هو خد الغرامه، سواء ان هو يتعرض للبيع. انا مع النادي الاهلي في اي قرار هيحصل بعد ما الفرقه ترجع باذن الله من تنزانيا، وان شاء الله نكسب، وان شاء الله يكون في حلقه بعد الماتش. وبجد انا مش عايز اطول عليكم ومش عايز اتكلم كتير، في ناس كتير قوي هتتكلم عن الموضوع. طيب ليه دلوقتي ده قرار كويس وانا شايفه ان انا مع النادي، وان انا القرار ده ما يزعلش اي حد؟ لان لو ما كانش الاهلي خد القرار ده، لو ما كانش وليد صلاح الدين واداره الاهلي خدوا القرار زي ده، وان هم يسلموا لعيب للجمهور على السوشيال ميديا، لان مليون في المية انا عارف الميمز والكلام ده، الناس كانت قاعدة بتعمل ريفرش في صفحة الاهلي، انا واحد منهم اصلا، ومستني البيان ده ينزل، مستني بيان بخصوص ازمة امام عاشور اللي حصلت الصبح، مستني قرار سريع جدا. ليه القرار ده صح وليه القرار ده كويس؟ لان لو انت ما اتحركتش بسرعه وما خدتش اكشن سريع في مشكله امام عاشور دي، هيحصل مكانها واحد واثنين وثلاثه، واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني واللاعب الفلاني اول لما يحس ان ايه، عايز جنيه وما خدش الجنيه، عايز 5 جنيه ما خدش ال5 جنيه، فقرار سريع، انا هقطم وسطك ماديا، وكمان مش هدربك مع الفرقه لمده اسبوعين وهتتمرن لوحدك. فقرار بيرفكت، وقته كمان وتوقيته بيرفكت، يبين ان محدش فوق النادي، محدش فوق جمهور النادي، ومحدش فوق اداره النادي الاهلي. انا ما بحبش الكلام بتاع الشعارات ده، والله العظيم ما بحب الكلام بتاع الشعارات دي. انا يعني انا راجل بتاع كوره وميمزه يعني يا جدعان، بس انا بتكلم على فكره ان لا، يعني انا مبسوط قوي، ومبسوط ان انا بحب امام عاشور قوي، يعني انا بحب امام عاشور قوي، بس انا مبسوط قوي ان انا خدت قرار زي ده كاداره الاهلي. الفترة الجاية إن شاء الله هنعرف أكتر، ولو حصل جديد هطلع وأتكلم تاني و... وأنا إن شاء الله أكون قلت حاجة صغيرة قوي من الجمهور عايز يقولها بس، وإن شاء الله الفيديو ده يتشاف والفترة الجاية يكون أحسن. ممكن تتكلم معايا في الكومنتات تقول لي إن ده غلط أو ده صح، وهتناقش معاكم في الكومنتات. فإن شاء الله الفترة الجاية هيكون في حلقة عن ماتش يانج أفريكانز إن شاء الله، والأهلي يفوز. مش هطول عليكم، ولو أنت أول مرة تشوفني فأنا عبد الله القاضي، ودي قناة في ال 18. استناني في اللي جاي، متنساش تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، وبس كده. سلام.